جديد من أطوار ما بعد الثورة تعيشه تونس هذه الأيام، في تصاعد جديد للعمليات الإرهابية المتزامنة مع تقدم المسار السياسي. الأحزاب تتبادل الاتهامات تحت الطاولة، وفوق الطاولة حوار وطني له أهداف معلنة وأخرى غير مكشوفة. في الأثناء جنود وأمنيون هم بصدد مواجهة الموت كل يوم. الغريب في الأمر أن العمليات الحاصلة في تونس لم تتبنها أي جهة ولا أي تنظيم. بينما أعلنت الداخلية التونسية يقينها من أن تنظيم أنصار الشريعة الذي أعلن نفسه جمعية دعوية إبان الثورة هو المورط الأساسي من خلال التأكد من تورط عناصر ينضوون تحت لوائه بين الموقوفين أو المقتولين في المواجهات. من جهة أخرى فإن مستقبل الخارطة السياسية في تونس ما زال قيد التشكل. تحالفات جديدة في الأفق يقع تداولها أيضا في كواليس الحوار الوطني. كيف سيكون المستقبل الأمني؟ وكيف سيتعامل السياسيون مع هذا الواقع الجديد أشهرا قليلة قبل الانتخابات المنتظرة؟ اسكندر الرقيق متحصل على الماجستير في الهندسة والدراسات المعمقة في إدارة الأعمال، ثم استقر في تونس وأسس مجموعة من الشركات في مجالات مختلفة. ناشط سياسي وعضو مؤسس في الجمعية العلمية التونسية بأمريكا. ناشي جلول متحصل على الدكتوراه والتأهيل الجامعي في التاريخ والآثار الإسلامية، رئيس تحرير سابق لجريدة الموقف، ناشط سياسي في الحزب الديمقراطي التقدمي ومستقيل من الحزب الجمهوري مؤخرا. عاش لابس اسكندر. لاباس عايشك. تفضل. شنو الامور؟ لبس خرق العاده. ممكن مع بعضنا في الحمامات. اي به. اي تعدت به الامور. تعدت خرق العاده. حوار توافق خرق العاده وان شاء الله يدعم. واليوم كنت في الندوه الصحفيه ولا مشيت؟ اليوم كنت مش اليوم، غدوه الندوه الصحفيه. غدوه الندوه. ايوا انا باش نقدم معناها جزء من التوصيات. نقدمها هنا جزء من التوصيات. اما ودوتواسون احنا ساهمنا في نجاح الحوار الوطني. اي على الاقل مسانده يعني، ان شاء الله ما يكونش حوار موازي على وزن مجلس تاسيسي موازي. أو نجم لا الحوار مساند. ينجم يكون حوار موازي. الا هو حوار مساند، الحقيقه التوصيات كانت دخلنا خاطر شوف الحوار الوطني ربما ما كانش احسن الحلول. احسن الحلول كان عمليه اذا سياسيه عاديه، فهمت؟ وهو المجلس الدستوري يكمل اعماله، فهمت؟ المجلس الوطني التاسيسي. اي المجلس الوطني التاسيسي يكمل اعماله، تم بثق عنده اذا عنه انتخابات ونمشي. اما احنا وصلت تصلنا في مأزق. المأزق هذا ما عادش عندنا حلول غير نجاح الحوار الوطني. على خاطر بالحوار الوطني نجم نأسسوا إذا مجتمع ديمقراطي، حتى كان ما نجمش على الأقل نأسسوا لمجتمع يحترم في حال الاختلاف. على خاطر كما نجحناش في الحوار الوطني راح نمشي لحاجة أخرى. لا أكيد، وخاصة أن الظروف والمناخ العام اللي تو احنا نعيشوا فيه يعني شيء مرعب يعني. لا خيار الا انه ننجحوا في الحوار، وما يقوم به المجتمع المدني من محاوله رأب الصدع. يعني نرى انه مركز دراسه الاسلام والديمقراطيه قاعد يقوم بدور كبير في بناء الثقه، لانه لا يمكن ان ينجح حوار بلاش ثقه. والثقه في وقت من الاوقات احنا شفناها تبخرت من الساحه السياسيه، تبخرت من عند النخبه السياسيه. اليوم حان الوقت لارجاع هذه الثقه، ونراو انه معناها الحوار الوطني رغم اللي البداية متاعه كانت معناها معرقلة شوية بقضية الشروط وتوقيع على خريطة الطريق قبل ما تدخل، ثم اليوم الحوار يوم 23 أكتوبر كان يوم دامي خسرنا فيه 8 من حرسنا الوطني البواسل في عملية استدراج وقنص واضحة، وكان فكذلك مظاهرة. أهلا سيدي مرحبا، شكرا.
وكان فما عمليه معناها واضحه انه الطرف احد الاطراف المفروض كان يمشي باش يحاور في باردو، هبط قدام وزاره الداخليه وعمل مسيره للقصبه، وكانت شعارات ارتفعت انه فيها نوعا ما من تسميم للاجواء اللي من شانها انه ما تنجحش الحوار وتزيد تعمق ازمه الثقه، الا انه الله سلم وتجاوزنا العمليه الارهابيه نتاع سيدي علي بن عون، والحمد لله تجاوزنا الخرجه اللي بالسناجق نتاع الاحزاب اللي خرجت، وبعض منه كان حضر الشماريخ باش يحب يحتفل بسقوط الحكومه في القصبه، ومع الاسف يعني صارت العمليه الارهابيه فطاح كل شيء في الماء، ولم يخرج لا رئيس الحكومه لا بالدخان الابيض ولا بالدخان الاسود باش يقول ان الحكومه ستستقيل، وتاجلت الحوار الوطني لمده 48 ساعه، استوعبنا فيها الصدمه مره اخرى، والحمد لله الان رجعت المياه المجاريه. صحيح انه فما كتله كبيره من المعارضه اليوم كانوا داخل المجلس الوطني التاسيسي ما همش مشاركين في الحوار، وان شاء الله معناها ما يكونوش جزء من المشكل ويعرقلوا الحوار هذا في وقت من الاوقات. نتمناو انه كذلك ينضموا للحوار ويفتحوا لهم الرباعيه الباب باش يدخلوا للحوار هذايا بدون ما يوقعوا على خارطه الطريق، لانه اقصائهم كذلك من الحوار لا يفيد الحوار، وان شاء الله نتجاوزوها. ولا ايش رايك انت سي ناجي؟ انا والله رايي هنا قلت لك ما عادش عندنا حل، معناها انا كنت نحبذ ما نمشوش الحوار، وكنت نحبذ المجلس الدستوري المجلس التاسيسي يخدم خدمته في عام ما يطولش ما غثاش، لانه انتخبناه على عام وكمل خدمته على عام وعملنا انتخابات. احنا ما احناش في سويسرا، هو لو كان جينا نعرفوا احترام الوقت ونعرفوا مفهوم الوقت ونعرفوا إدارة الوقت، هذا فن يدرس في المدارس. احنا مازلنا دولة عالم ثالث في قضية الإدارة وفي قضية فهم الوقت والكونسبت اوف تايم، لأنه اليوم تقول أنا مش كثير منا يقول أنا مش نعمل مرمى في داري باش نكملها في شهرين ثلاثة تاخذ 7 8 شهور. زعما ما كانش مقعمزة من الأول؟ لا لا لا, لا. أنا نرى أنه أو السيد مسلم مرزوقي قال معناها 3 سنين. هذاك اليوم سي منصور معلّا قال 4 سنين. سي منصور معلّا اليوم شارط أنه باش يدخل الحكومة يلزموا عامين باش بدون معناها ما الإنسان هذا هو اليوم انتقال ديمقراطي. كان من الجمعة الأولى كان من الجمعة الأولى بدينا المجلس التاسيسي خدم خدمته، عمل دستور، ما عمل حتى شيء لا بالدستور. لا بالدستور. لا تنجم. لا خلينا نكونوا واقعيين. والله لا بالدستور عامو. بالله كيفاش يتلهب دستور والبلاد انت اليوم في معناها في فتره انتقاليه البلاد تحتاج كثير من الاجراءات، كثير الحكومه تحتاج الكثير من معنى اللهم تعطي الحكومه تخدم بالمراسيم، تنبثق حكومه على المجلس الوطني التاسيسي وتعطيها تخدم بالمراسيل كما خدم سي الباجي قائد السبسي، وقتها المجلس الوطني التاسيسي يركز على الدستور. لا هذه لو كان عملوها اصلا ما توافقش المعارضه، احنا ما توافقتش المعارضه، ما وافقتش تدخل في الحكم. هي اصلا احنا مشينا من الاول في المعارضه ما وافقتش تدخل الكتله الديمقراطيه. الكتله الديمقراطيه اللي كونت كتله معارضه داخل المجلس الوطني التاسيسي. البي دي بي علاش ما قبلش يقبل في الحكم؟ علاش ما قبلش يدخل في الحكم؟ علاش انت تقول لي انت كنت في البي دي بي لانه يعرفوا مش تعملوا له كيما النهضه عملت للسي بي ار والتكتل، عملت لهم ديكور هيك ديكور. اخي السي بي ار والتكتل مشاركين في الحركه الرسمي فاعلين في السلطه. تو رايك تحسب كرتونيه مزور. لا والله يعطيني انت تو تتجنى. انا لست من التكتل ولست من المؤتمر. انت قاعد تتجنى على احزاب سيناجي. ليس هذا ما بقي من التكتل للسي بي ار. لا اليوم التكتل ماسك وزارات سياده اقتصاديه. شنو تقول لي مش فاعل؟ اليوم وزاره الماليه عنده وزاره سياديه اقتصاديه، اليوم شادد وزاره السياحه وزاره سياديه اقتصاديه، اليوم شادد وزاره الشؤون الاجتماعيه اكبر ميزانيه اليوم في الوزارات الكل. تقول لي وهذا معدل التكتل، تقول لي احزاب كرتونيه، حرام عليك. والسياسه المتبعه والسياسه متبعه سياسه التكتل. السياسه طبعا هي هو توافق. قاعدين اليوم هذا شوف يا سي ناجي، خليني نقول لك صراحه، راهو المثال التونسي والله من ارقى الامثله في العالم العربي اللي يتقابل فيه الاسلام السياسي المعتدل مع العلمانيه المعتدله ويخدموا مع بعضهم ويكونوا حكومه عبر ترويكا حاكمه، وكنا نتمناها تكون فرويكا ولا خماسي ولا كل حكومه مصلحه وطنيه كما قال سي مصطفى بن جعفر. انا نرى انه من التجني اليوم ومن العيب انه نطعن في احسن مثال قدمناه للعالم اليوم، وهو انه اليوم تونس تحكم بالناس المعتدلين، الناس اللي ما له لايكي متطرف يحب يقصي الاخر
ويحب يهجج الاخر. اليوم يحكيوا على ناس دمهم احمر وناس دمهم اكحل، ويحكيوا على الجاليه النهضويه في تونس، ويحكيوا على جاليه لا هذه اللغه راه رد بالك هو حر يحكي. لا شوف تقسيم المجتمع. شوف فما مشكله عند السياسيين التوانسه، وهو الخوف من تقسيم المجتمع. راهو المجتمعات المنقسمه راهو ظاهره صحيه. انت تقسم، انت حبيت تهزم، سميتهم هنود حمر السلفي. لا سميتهم هنود حمر. لا ما سميتش هنود حمر. مش صحيح. لا عندك مش صحيح عاد. هذاك انت حبيت تهزم للصحراء ويعيشوا كيما يعيشوا المورمنز في يوتا، وحبيت يعيشوا كيما يعيشوا الامش في بنسلفانيا. انت حبيت، مع العلم انه المثال اللي خذيته في قضيه المورمنز في الولايات المتحده الامريكيه في يوتا والا الامش في بنسلفانيا مش نفس المثال اللي ينطبق اليوم. ما تجيش تطبقه هنا، لانه هذاك طواعيه الناس اختارت عندها نمط حياه معين واختارت المحيط اللي تعيش فيه. انت في وقت من الاوقات قسمت. لا انا ما قلتش هكا. انا قلت الناس هذا اللي يحبوا يفرضوا علينا نمط المجتمع نتاعهم بالقوه وبالعنف وبالارهاب وبالتفجير. فما حاجتين، وبيقبلوا يعيشوا مع بعضنا ويتعايشوا معنا كما احنا قابلين ونتعايشوا معاهم، واحنا قابلين لان المجتمع الديمقراطي يقبل الناس الكل. كي ما يحبوش يتعايشوا معنا يمشيوا يعيشوا كيما لو مورمون ولي تيش في دي كوميونيتي فيرمي، وحقهم كمواطنين توانسه والمجتمع التونسي يحترمهم احترام. ما قلتش انا باش نعملهم كنود الحمر، لان ثم معناها الناس اللي نقزت عليها ظاهره ما تفهمش معناها المجتمع الامريكي، ما تعرفش تاريخ المورمون، ما تعرفش معناها الليتيش، ما تعرفش طبيعه المجتمع الامريكي. لا ما قلتش نود الحمر، ما حكيتش على، ما حكيت على مورمون وليتيش، وعندي النص ونعرفه بالكدا ونعرف شو نقول، راني مؤرخ ونعرف شو نقول. اما شنو تبقينا اختنا نبعدوا على هذه الحكايه فارغه، على خاطر انا قولوني برشا حوايج ما قلتهمش عنا فيه. اما شوف راهو الاستقطاب، اسمع هذه خرافه الخط الثالث وعدم الاستقطاب والكل، هذه خرافه ما عندها حتى معنى. لان لا المجتمع الديمقراطي تتحمل الاستقطاب. لا علاش اخي البلدان الصغيره ما فيهاش بلجيكا بلاد صغيره وفيها استقطاب ما بين اليسار واليمين. لا وفيها استقطاب حتى على اساس عرقي. حتى بين حاجه اخرى. لكن يا سيدي اسمعني يهديك، بلادنا في انتقال ديمقراطي يلزمها اكثر ما يمكن نقربوا للتوافق وما نقسموش التونسيين. شكون قسم التوانسه؟ فما التوافق. شكون قسم التوانسه؟ يقول لك ناس دمها مكحل وناس دمها راس احمر، ولا قسمهم والجالي ولا قسمهم بين اسلاميين وعلمانيين، ولا طلع في صفاقس يخطب ويقول معناها البلاد انقرضوا من الشيوعيين. شنو كيف هو الشيوعيين انقرضوا من العالم الكل. لا ما انقرضوش في العالم، الشيوعيين مازال موجودين. مش صحيح. الانسان يجي يخطب في صفاقس وقال الشيوعيين انقرضوا، حتى واحد ما نجم يقول انا ما نؤمنش بربي. شنو هذا معناه؟ شوف اليوم الخطاب شوف فما فرق بين الاستقطاب الثنائي ظاهره صحيه في فرنسا بوب دو غوش بوب دو روات، مش في الفتره الاولى نتاع لا في الفتره الاولى. شوف الثوره الفرنسيه خرجوا لي جيروندان وخرجوا لي جاكوبان، مش صحيح. احنا الثوره الفرنسيه عملوا فيها الثورات في العالم الكل اعطت اتجاهات فكريه معينه تسارعت في منظومه ديمقراطيه. راهو شوف يا اسكندر، احنا مجتمعاتنا العربيه مختلفه. مجتمعنا العربي مختلف عن بقيه المجتمعات. مش مجتمع مختلف، كنا عباد كيف انا واكي نخرجوا القهوه نعملوا قهوه اصدقاء، اما انا واكي ما نفكروش كيف اكيد، ونحب ما نفكروش كيف. انا عندي برنامج اجتماعي ورؤيه للمجتمع، والواحد مني عندك رؤيه اخرى. ما احنا اخوات في المجتمع، اصحاب في المجتمع، اما بعد في الافكار والبرامج ما احناش اخوات، ما احناش اصحاب. والمشكله هي انت ايش نكون اصحاب. قلت كلمه صحيحه، البرامج. اليوم ما ثم حتى حزب عنده برنامج ويحكي على البرامج، كل الاحزاب تحكي على الايديولوجيا وتتقسم على اساس ايديولوجي، وهذا خطر. احنا اليوم في اليوم جو الحوار الوطني، احنا يلزمنا الاحزاب تركز على برامجها وتطلع للشعب التونسي ببرامجها وتقول له كيفاش مش تحل مشاكل 6 عقود من تراكمات اليوم ادت الى معناها ثوره فاجأت التوانسه وفاجأت العالم. اليوم هذا ما احوجنا الى برامج نحطوها على الطاوله. ما هو برنامجك مقابل ما هي برنامجي؟ ناقصني في البرامج، مش نقعدوا نناقشوا هذا نمط عيش، يحب يعمل لحيه ويحب يعمل قميص ويحب يعمل مسواك، يحب يعيش وهذه تحب تلبس نقاب، وهذا يحب يعيش مودرن ويحب يلبس بيكيني ويحب يلبس كذا ويحب يعوم في الشط ويحب هذه انا راهي هذه سفاسف امور. اعطيني العمق. انت اليوم اللي فضلك عليا ويخلي الناس تثق فيك اكثر هو برنامجك. ماذا ستقدمه للناس في حل مشاكل الناس؟ اليوم الناس تعيش ضنك شديد، الناس تعيش مشاكل تنمية حقيقية، الناس تعيش مشاكل هيكلية تنموية، نمط التنموي. يا أخوي نحكي على نمط التنموي قبل ما نحكي على نمط العيش. أنا اليوم نلبس كسوة ولا نلبس قميص ولا نلبس جبة ولا نلبس كبوس. أنت سمعتك تحكي على الشاشية في وقت من الأوقات والشاشية ورجعتها للعهد الروماني وبدينا أنا ما يهمنيش، هذه كلها قشور.
اعطيني العمق. رؤيتك الاقتصاديه، رؤيتك الاقتصاديه، رؤيتك التنمويه، رؤيتي التنمويه، رؤيتك الاجتماعيه، وثم هذه وبعديك الحريه، هامش الحريه اللي لازم يكون متوفر لكل التوانسه. هذا اللي يخلي اليوم التونسي يعيش بكرامه عزيز. حتى حد لي اليوم يشاور له بالصباع ولا يهزوا اليوم قاعدين يهزوا في خيان، معناها مجرد للشبهه يهزوا فيهم يخطفوا فيهم لانه لابس ولا اللي عنده لحيه ولا لانه معناها حكايات يوميا توصلني من ناس هزوهم للشوارع، يهزوهم يبيتوهم في الجرجاني، يضربوهم 3-4 ايام بالضرب وبالواحد وفي وسخ وفي ما يخلوهمش يدخلوا التواليت وكذا، ثم بعد 3-4 ايام يتعدى على الحاكم الحقيقي يسيبوا بتهم عديده ومتعدده. احنا اليوم هذا راهو يزيد يقلب القلوب على بعضها ويزيد يخشن القلوب على بعضها ويزيد يبث الحقد والكراهيه. شوف الفيسبوك انت وانت ناشط في الفيسبوك وانا ناشط في الفيسبوك، الناس كيفاش التعليقات نتاعها كلها حقد، كلها كراهيه، كلها معناها تشنج. شكون وصلنا لهذا؟ هذه انقسام المجتمع على اساس ايديولوجي، على اساس ايديولوجي. وصلنا لهذا الخطاب التكفيري، الخطاب التكفيري اللي بدا بعد 14 جانفي من تكفير ومن وحد ومن اعتداء بالعنف. شكون بدا بالعنف في البلاد هذه؟ شكون بدا بالاعتداء؟ انت الوليدات انا هذا خاطيهم لابس عليهم وليدات وطايشين واسمع ويهزوا فيهم، هذا وليدات تنظيم ارهابي. راه شنو وليدات طايشين؟ هذا تنظيم ارهابي، تنظيم ارهابي عنده برنامج وعنده مشروع وعنده اجنده عالميه. شنو ولاد طايشين؟ ما هو هذا هو الخطاب المزمر، هذا هو الخطاب. هذا هو الخطاب. نحكيو شويه في النقطه هذه، نحكيو شويه في النقطه هذه. تنظيم ارهابي بالله نحكيو تو اكيد مش كره الناس كل مع بعضهم فرد كره الناس كل كي بعضهم. اليوم تعرف انت الظاهره السلفيه وانت انسان استاذ جامعي ومؤرخ وعالم يعني في العلوم هذه وفي الحضاره الاسلاميه. اليوم هل السلفيين تعرف اللي اليوم فما واحد يولي يعجب بباندي مشلط يديه هكايا ويلبس، يعجب بباندي يحب يشلط يديه يولي كي الباندي في العومه، واحد يعجب بنمط سلفي يحب يولي كيفه سلفي يتبع وباش يظهر هو كفتوه في الحي نتاعو كذا. فما النوع هذا ولا عنده لا يفكر في ناريز سلاح ولا يحط حوله حزام ناسف ولا ممكن نهار اخر يفكر باش يعمل اي حاجه من النوع هذا. هذا نوع من انواع الناس. فما ناس يحبوا يعبدوا ربي بالطريقه اللي هم يؤمنوا بها، يعبدوا ربي بنمط معين، يحب مرته منقبه، يحب هو يمارس شعائره الدينيه بطريقه معينه. هذا اللي حكيت عليه انت تحب تهزم في ربما كيما الاعمش ولا كيما المورمونز. هذا نوع اخر مسالم ما عنده حتى شيء في الموضوع هذا. وفما نوع ثالث اللي هو بالفعل دخل في مخه ترينو ويفكر بطريقه معناها مأدرجه ويحلم بمعناها دولة إسلامية وخلافة ويؤمن بأنه هذا الكل لازم يجيب القوة على الطريقة الطالبانية وعلى الطريقة البنلادينية وعلى هذوما بالفعل هذا مش لا يمثل. لازمنا نعرفوا نميزوا، ما نهزوش الكل مع بعضه، لأنه إذا تهز الكل مع بعضه وتبدأ تصفي في الجرجاني مش يخرجوا لك اللي هما بالحقيقة من النوع الأول ولا الثاني، مش يوليوا لك كيما النوع الثالث. وهذا أكبر خطر على المجتمع. احنا اليوم هذا النوع الثالث نخترقوهم بعمل استخباراتي، نطوروا وسائلنا في الاختراق، نطوروا وسائلنا في الأمن، نطوروا وسائلنا في المراقبة بالتليفون والمراقبة كذا، ثم نضربوهم قبل ما يبدأوا يتحركوا. ثم فما نوع رابع اللي هو الناس اللي هما يجندوا فيه ناس لكن هم مخابرات خارجية، عمل استخباراتي منظم دقيق، عنده خطة يحاول أن يربك. شكون المخابرات الخارجية؟ فما برشا مخابرات. سميهم. لا نسميهم. لا شوف سميهم. سميهم مخابرات. مش برشا سميهم. هذا أنا عندي قداش نسمع دار نشوف الأمور نتاعك مخابرات خارجية مخابرات خارجية. أي سيدي فما دول. أعطيني سمي دولة. سمي لي دولة. لا بس مش نسمي لك برشا دول. لا تسمي لي دولة. أنا تو ديريكت سمي لي نسمي لك مش نجي نسمي لك اصبر شوية. أما خلينا نتفقوا على مبدأ. فما دول لا تريد أنه الانتقال الديمقراطي والديمقراطية تعم العالم العربي والعالم الاسلامي. الدولة اللي خرج من تحت ضبوطها معناها الثورة. استنى يعيشك. فما دولة برك تسمى في الإرهاب في البلاد هذه، وهو دولة قطر وسميها بالاسم. لا خرجت الثورة منها ولا شريكة في الثورة. لا شنو ما خرجت؟ ماكش خاطر. لا خاطر في مالي هذا نقول لك. اسمحني بالله لا ما همش وليدات. يا سيدي خليني الخطاب الكارثي اللي باش يهز الحرب هذه هذا هو. خليني نكمل. هذا هو. خليني تحليلي. أنا أعطيني شنو الدول سمي لي دولة منهم. الدول سمي لي دولة منهم. اسمعني. هذا خطاب هكا فوق ما نحبوش. مش نسمي لك انا استاذ جامعي اعطيني دوله، حتى نقول لك دوله تساهم في الارهاب وهي قطر. استنى يا سيدي اسمع لحظه. المخابرات فما المخابرات نتاع الدول اللي لا تريد ان الديمقراطيه تنجح في دول الربيع العربي. اعطيني دوله. لا مش نسميها. الدول اللي دعمت الانقلاب في مصر. تعرفها ولا ما تعرفهاش؟ تعرفها ولا ما تعرفهاش؟ لا ما نعرفهاش. لا اللي ضخت 12,000 مليار
من الدولار، من 12,000 مليون دولار. الامارات والمملكه العربيه السعوديه والكويت وحتى الاردن، هذيك البلاد المملكه الاردن اللي هي بلاد زواليه، بلاد زواليه ما عطاتش فلوس، ما عطات دعم في اللوبينج وفي الواحد، وعلاقتها قويه مع اسرائيل. ثم هناك الدوله لا تريد للعرب ان تقوم لهم شوكه ولا ان يعيشوا جواء حريه، لانه تعرف ان الحريه والديمقراطيه خطر عليها. اليوم لا يمكن انك تحارب دوله ديمقراطيه بدوله ديكتاتوريه، لا يمكن. معناها انصار الشريعه دعم فيها الامارات؟ لا ليه؟ على خاطر التنظيم الارهابي موجود وانصار الشريعه. يا سي ناجي مش باش ندور. انصار الشريعه اسرائيل، الموساد مخترق. الموساد تبع في عبد الفتاح شكون هذاك شو اسمه العيادي، تجد عليك الموساد. طبعا الموساد يا ودي فما انصار الشريعه تنظيم ارهابي. يا سيد الموساد ما قتلتش ابو جهاد وبن علي في اوجه، في اوجه. الموساد مخترقتنا لليوم ومخترقه العالم العربي الكل، وتحب تسقط اليوم شوف النكسه اللي صارت في مصر. يا ناجي يا دكتور ناجي، لا نقدم انصار الشريعه بالنسبه ليك ليس هناك شيء اسمه انصار الشريعه، ما فماش تنظيم كامل. ليس هناك شيء اسمه انصار الشريعه، ما فماش. انا واحد من الناس نشك، لانه اليوم شك في انصار الشريعه تنظيم ارهابي. لا نشك انه هناك تنظيم. ما قلتش يعمل المؤتمر نتاعو حضر فيه العيادي يا سيدي. يا اخي مو مش شبيه انصار الشريعه، مؤتمر في سكر وحضر العيادي، مؤتمر في القروان وحضر فيه مصدقائكم من النهضه وحضر فيه مصدقائكم غادي. تنظيم دعوي اللي يعمل في الخيمات الدعويه دعوي هذا بالقنابل. يا سيدي لحظه، تو اثبت في الشعب بانصار الشريعه اثبت. يا ولدي لا يعيشك قريتش ابو بكر ناجي برحمه الله فما كتاب ما قريتوش. اول شيء خلينا اسمع، ما تنقصش علي الكتب. خليني نكمل فكرتي وما تقاطعنيش وبعد نسمعك. خلينا الحوار يكون لا شوف خويا العزيز، اليوم الارهاب الذي قاعد يصير في تونس ارهاب عليه كثير من علامات الاستفهام وكثير من علامات التعجب. تجمعت على النقل. اسمع بالله لحظه. اليوم التوقيت نتاعو اليوم بن لادن، تعرف انت بن لادن اليوم تم دفع مليارات من المخابرات الامريكيه في وقت من الاوقات لبن لادن والتنظيم القاعده وتكون تنظيم القاعده. واليوم الاستخبارات اليوم اللي يصير في سوريا عنده دور الاستخبارات نتاع كثير من الدول الخليجيه في دعم، والانقلاب اللي في مصر كله بتخطيط من المخابرات، التعاون والتنسيق بين المخابرات الاسرائيليه والمخابرات بعض الدول الخليجيه. انا متاكد من هذا الكلام. انا معاك. لا صار في مصر انقلاب ما بشكل مخابرات. لا انت في وقت من الاوقات قلت مش انقلاب. لا قلت انقلاب وخرجت بيان وقت انا كنت في الحزب الجمهوري. عاشك اسمع مني خرج بيان ولا انقلاب. لا انا شفت بقى. انا شفت لك بور افونسي عاشك. فما كتاب اسمه ابو بكر ناجي هاك يدور في الانترنت تسمع به السيد هذا، كاتب كتاب في استراتيجيه القاعده وهو منظر حركه القاعده. يقول لك العمل نتاع حركه القاعده يمر ب4 مراحل. مرحله الدعويه الخيام والكل، ثم مرحله انهاك الدوله، ثم مرحله اذا الفوضى العارمه، ثم مرحله اذا التمكين الدوله. هذا كتاب موجود وهي ادبيات القاعده والقاعده، والكتاب هذا قوي في دار بن لادن ثم قوي في الشعامبي. شوف سبحان الله. لا مش شوف وزاره الداخليه التونسيه انا نحترمها صنفت تنظيم انصار الشريعه كتنظيم ارهابي. الناس لقيناهم في الشعابي انصار الشريعه. الناس يا سيدي لم تتبنى كيف لقيتهم شوف نمشي معاك نمشي معاك احمد درويسي انصار الشريعه. هذا تكاز ليلى بن علي الحبيب. تكاز بن علي ليلى بن علي التكاز نتاعها هو ولا انصار شريعه. انا غدوه الحي نجم نعمل لحيه ونعمل قميص ولا انصار شريعه. برشا انصار شريعه مع بن علي. ما ثماش تنظيم شريعه كتنظيم معناه يزي هذيك ما ثماش عطى البيعه القاعده بلاد المغرب وعنده النص وبايع والناس هذو. ما تجمش تقول السلفيين في تونس كلهم انصار شريعه. انا اللي حاب نقول قوه في درب اللادن. في درب اللادن قوه وثائق تقول يزد نحو القاعده يسموه انصار الشريعه. عندك انصار الشريعه في بنغازي، انصار الشريعه في درنا. رجعتوا تنظيم عالمي كيما الاخوان. تنظيم اقليمي بيان سور عالمي كيما الاخوان المسلمين. كيف بالضبط كيف اخوان المسلمين تنظيم عالمي وهذا تنظيم عالمي. أيوة. زين مش تنظيم ارهابي. اخوان المسلمين مش تنظيم ارهابي لكن تنظيم ارهابي. عايش ما تخرج. انصار الشريعه في درنا. كتاب عقبه بن نافع. خلينا نمشي عاد. لا كتاب عقبه بن نافع. لا الكلهم ولا انصار الشريعه. لمهم الكل واسمع بمبارك تصديقات تلم وتعشى. كيفاش عرفت انت حنصدق معلومات؟ نقرا مش تقرا نقرا الصحف العالمي. مخترقين معناها نقلوا على الاجتماعات هذه هم تنظيم ارهابي سري. كيفاش عرفت انت؟ يودوا تنظيم ارهابي سري. كيفاش عرفت انت؟ كيما الكاردونتيتي اللي حطوها باش المفجر نفسه في الشط. سكري خليك شوف الوثائق القويه في درب اللادن يقول يلزم تبديل التسميه من تنظيم القاعده انصار الشريعه. اليوم عندنا انصار الشريعه في اليمن
وهي تنظيم القاعده والزعماء. عندنا انصار الشريعه في تونس، عندنا انصار الشريف بنغازي، خليك نكمل عايش. عندنا انصار الشريعه في درنا، عندنا انصار الشريعه في المغرب، عندنا انصار الشريعه في لا عايش. وانصار الشريعه هذو انصار الشريعه اثبت بالكاشف في ليبيا انهم معناها عندهم تعامل مع انصار الشريعه. انت عاد موقع نظريه عبد الحكيم بالحاج ورجعتم من انصار الشريعه. لا ورجعتم الشريعه في نسمه انت وتنظيم انصار الشريعه واليوم انصار الشريعه اكل وليدات العاقلين الطيشين اللي انتم معناها فهمت وخياتكم اليوم شوف هذا من منعوهم من براثن يذبحوا الجيش التونسي يذبحوا الجيش التونسي مش تمنع فيهم. لا هذو ناس مش الكل فصي فاش يعملوا فصي فما ناس غر رابين فما ناس وليدات صغار. لقطوا في الشعب انصار الشريعه ولا لا؟ تبنيت انصار الشريعه الموضوع؟ ما تبنيتوش؟ ما تبنى حتى شيء. ما تبنيتوش علاش ما تبناوش؟ اخي مش تقول لك انا نتبنى اليوم الارهابيين نفس الطرق نفس على الاقل بن لادن كان يتبنى قبل. لا مش كيف ما قلت انت تعلموا على بن لادن التقنيه تعلموا على بن لادن. اخي زعيم انصار الشريعه وين كان؟ احنا تو شوف يا اخي زعيم انصار الشريعه وين كان؟ هذايا السيد بالحاج وين كان؟ يا اخي بالحاج ما كانش مع الزرقاوي في العراق، برك كان يلعب في سبور ويعمل في جيمناستيك السيد هذا كان مع الزرقاوي في العراق. تعرف الزرقاوي هذا بالذي يقول متطرف عليه كان يذبح الزرقاوي. يجينا من فضلك يا ولد الناس هذو باش ياكلوكم قبل ما ياكلونا احنا. هذو الناس يمثلوا خطر على المجتمع التونسي، ينفصلوا ويمثلوا خطر على الديمقراطيه ونوقفوا النزيف. لما فما ناس كيفاش توقفوا النزيف؟ بانك انت الناس اللي بلغه اولادنا ويعملوا حتى شيء ونسيسوا عليهم. انت نفسك ناديت للحوار، انت نفسك ناديت الحوار. شنو الحوار؟ ناديت الحوار. يلزم الحوار. انت حوار مع انت قلت الاحزاب العلمانيه مشكلتنا انه ما حاورناهمش السلفيين. يلزم يتحاوروا السلفيين مش الارهابيين. لا اكيد. انت كيفاش تفرق بيناتهم؟ لا تفرق ما بيناتهم. كيفاش تفرق؟ الخاطر فما تنظيم ارهابي منظم قواعده وفما ناس تسيب لحيه وعملوا هركه. ماهوش كيف ما تنجمش تفرق. اشرب قهوتك اشرب قهوتك يا ودي فرق الناس الكل تفرق. تو نحكيو كيفاش تفرق. اشرب قهوتك وناخذوا راحه تو وبعديك اشرب عرقك ونرجعوا نلقاو كيفاش نفرق. شوف سي ناجي، احنا متفقين انه اليوم الارهاب خطر على بلادنا وانه يلزم نتعالجوه بحزم وبكل معناها اليات جديده مبتكره في الاختراق. لكن انت ناديت بالحوار مع حتى نجففوا منابع هذه الحركات الارهابيه، لانه هذه الحركات الارهابيه خزانها هو هؤلاء الشباب المهمش المغرر به، الموجود في الاحياء الفقيره، الموجود في الاحياء الشعبيه، الموجود في المناطق الداخليه. هذا اللي يعطيوه احلام معناها ويحلوا له في الجنه ذراع ويقولوا له انك انت معناها اليوم سوف معناها تبني اذا ما بنيتش في الدنيا مش تبني مملكتك في الاخره مع الحور العين وكذا. هذم اليوم يلزمنا نجففوا المنابع وهالخزان هذايا نحتويه احنا قبل ما يمشي ونضيع من بين يدينا ويمشي للحركات الارهابيه. سميها انصار شريعه، سميها بقاعده، سميها كتيبه عقبه بن نافع، سميها معناها اللي مش تسميها. اليوم تعدد الاسماء والعنوان واحد. وبالتالي اليوم الخطر احنا اليوم في حوار وطني يلزمنا نفهموا الظاهره هذه ونعالجوها بالعصا وبالجزره وبالعقليه المخابراتيه اللي اليوم تعكس، لانه هم هذولا كذلك ممكن يستغلوا من طرف مخابراتي اجنبي اخر ويبعثوهم الى حتمهم ومصيرهم المحتوم ولا حتفهم ومصيرهم المحتوم، ويمكن ان يكونوا كارثه علينا وكارثه على انفسهم. وبالتالي احنا يلزمنا نوقفوا كل من يريد ان يخترق هؤلاء الشباب المهمش، كل من يريد ان يلعب مخهم، ونركزوا على حوارنا الوطني. لانه اليوم شفت العمليه الارهابيه اللي صارت في سوسه، فما اليوم باش تصير حفله موسيقيه في نفس المكان باش نبعثوا برساله الى هؤلاء الارهابيين او من وراءهم من المخابراتيين والعقليات الاستخباراتيه. نريد ان نبعث برساله واضحه. شوف خلينا نكمل لك على الحوار ونحاول لا باش نكملوا. لا الحوار شوف متفق معاك، يلزمنا الحوار الوطني ينجح. شوف متفق وهذه افضل رساله نبعثوها للارهاب والارهابيين. متفق معاك، الا مش السلفيين كل ارهابيين. متفق معاك، الا مجتمع ديمقراطي يلزم السلفي يلقى فيه مكانه. السلفي المهادن الا يؤمن بالواحد يلزم الماركس يلقى مكانه، يلزم محافظ يلقى، سينو فماش ديمقراطيه. المجتمع الديمقراطي هو مجتمع تعدد. لا هذا متفقين. وانا نمشي معك اكثر. انا اقترحت تاهيل هؤلاء الشباب واعاده دمجهم والكل. قريت لك قريت لك في الموضوع هذا وانا نقول انا استغربت من موقفك. انا قريت لك لا انا نحكي على السلفيين اخرين ونقول السلفيين راهو معناها فهمت هو انواع وهو نمط حياه وهو نمط حداثي. هذا متفق مع الكل. اما فما فرق ما بين الانسان اليوم هز متريوز وما بين واحد. انا بالنسبه لي باش نبدأ على هذا، انا بالنسبه لي للاسف اليوم الحوار معناها ولا ضروره، ماهوش اختيار.
اليوم ولا ضروره للاسف الشديد. وسياسه مش للاسف الشديد، لا للاسف الشديد الحوار الوطني الحوار الحوار الوطني اصبح ضروره. في الانتقال الديمقراطي لا الحوار الوطني بمساراته الثلاثه الموجوده اليوم للاسف اصبح ضروره، لان نتيجه سيروره غالطه كما تعمل، نتيجه تخريب مؤسسات الدوله، نتيجه الانهيار الاقتصادي. اليوم فان كونت المسار الحكومي مش يعطي، انا نقول للاسف الشديد اليوم المسار الحكومي مش يعطي معناها اختيارات اقتصاديه واجتماعيه وثقافيه هي نفسها اللي ثاروا عليها التوانسه بال 14 جانفي. يا اخي التوانسه نسينا ياسر، الا التوانسه ثاروا ضد سياسه بن علي نهار 14. وسنية سياسه بن علي حتى مش نستعينوا ببعض الرموز اللي خدمت فيها سياسه بورقيبه يعني. لا مش نستعينوا بعض الاشخاص. مش اشخاص. التوانسه ثاروا نهار 14 على سياسه متبعه من 86 يعني عام قبل 40، وهي سياسه البنك الدولي وصندوق النقد الدولي. يعني السياسه اللي خلقت برجوازيه هامشيه بزنس، فهمت؟ همشت جزء من ابناء الشعب التونسي في الاحياء الشعبيه، وهمشت الريف وادت الى نزوح اذا ابناء ريف وتريف المدينه. راهو حيتضمن ريف، راهي معناها عقليه الريف، راهي قيم الريف، وادت الى ترهل. شبيه قيم الريف؟ لا انت انا ود الريف، انت عندك عقده مع الجنوب انا ود الريف ومع الجنوب ومع الجنوبيين ومع الجنوبيين. لا انت شنو يا ودي لا انت ود المدينه وانا ود الريف، انا ود الريف ونعرف قيم الريف. لا شوف الانسان اللي يعيش شوف شبيه عقليه الريف. جاك بيرك يقول كلمه مزيانه، يقول العرب ضد ما يحبوش الحداثه لانها تعاملت ضدهم وباش بيهم. السيد انا في حيث هذا اللي يحكي مش تجني جاك بارك معناها عالم كبير في الجيولوجيا، عالم معروف. ويقول اسمع السيد اللي عايش في حي تضامن مأساته انه ولد الريف، وقع اقتطاعه من الريف لاسباب اجتماعيه واقتصاديه والكل، واجبر على النزوح من الريف وجاء المدينه يعيش بعقليه. شنو معناها بالنسبه ليه الحداثه؟ شو معناها الحداثه بالنسبه ليه اللي يحكوا عليه؟ يسكن في النصر وعنده كربه مزيانه ومره مزيانه ديك الحداثه، لانه لم يعرف الحداثه، ما وصلتوش الحداثه، لان هذيك قشور الحداثه هذيك بالنسبه لي، حتى انا بالنسبه لي قرص الحداثه اللي بيان فهم الحداثه ما يعرفهاش. وشكون خلق هذا الكل؟ هو البنك الدولي واختيارات اقتصاديه ليبراليه خلقت مافيا. لا شوف عدد الاثرياء. انا تحب يا عسكر خليني بالله عدد الملياردير تضاعف بعد 14 جانفي. مش سيغراس البنك الدولي ولا البنك الدولي، سياسات البنك الدولي، اختيارات البنك الدولي. يا سيدي غلط. اخي يحبك البنك الدولي، ما يحبكش. لا يحبك ويحب يستقر، لا يحبك ويحب يستغني البنك الدولي. لا ويحبك تستقر، ويحب انك تنجح في ديمقراطيتك، ويحبك انك تصلح من شؤونك. لا انت ما تعرفش لا نعرف البنك الدولي. البنك شوف يا سي ناجي انت دخلت كبسوله زمن عايش مع البنك الدولي اللي تعرفه، صندوق النقد الدولي تعرفه نتاع لي زاني 60 لي زاني 70 ايام الحرب البارده، وقت انت كنت يساري متطرف. مانيش يساري متطرف، لا كنت وطد. اي وطد عيب، وطد مش يساري متطرف. اليوم الوطد مش يساري متطرف، الوطد يساري متصالح مع القوميه العربيه ومع الهويه الاسلاميه. ما تعرفش الوطد، شوف ما تعرفش. لكن الاشتراكيه، البرنامج المنهج الاشتراكي يدعو الى شوف البلدان اللي فقرها البنك الدولي. شوف الارجنتين فلسها البنك الدولي. اسمع لا بالعكس، الارجنتين فلسها البنك الدولي. عملت ريباوس بسبب الوصفه الطبيه نتاع البنك الدولي. نوجه خلينا نقول لك نبعدوا على هذا بن علي. بالله لحظه شوف خلينا نكمل لك لا ريفورم ستركتورال. لا خليك تقول في حوايج غلط. لا ريفورم ستركتورال 86 خلقت نموذج نتاع اقتصاد الا احنا ما عملهاش ستركتورال، ما عملهاش البنك الدولي. ما عملهاش. شكون عملها؟ ما عملتها انا. خليني نكمل. عملها البنك الدولي وعملها مع الفند الانترناسيونال. خلينا نكمل لك وصفه البنك الدولي. لا بالك انا غلط. اي غلط. وصفه البنك الدولي احنا تونس اختصينا في اخر مرحله من الانتاج. كي تحكي في التاريخ والحضاره انا نسمع لك، لكن كي نحكي لك في الاقتصاد حتى في الاقتصاد متكون. خليني نتكلم معك. لا خليني نكمل معاك، نكمل فكرتي وخليك. اليوم البنك الدولي ايش خلنا احنا تونس؟ خلانا مختصين في اخر عمليه من الانتاج، نخيطوا نغسلوا ندم. عندنا جامعه كامله الطلبه اللي قرروا فيهم الاقتصاد التونسي ما يستبعوهمش، لانه مش اقتصاد وطني. خلق هذا الاقتصاد الكل عملوا بن علي، والناس طردت الاقتصاد. احنا اليوم كان تاخذ 365 تاع النهضه هو نفس الاختيارات الاقتصاديه، والسيد اللي يجيبوه باش يولي البريمير مينيستر هو ولد الاقتصاد الغذائي. يعني فهمت؟ مش نعاودوا ننتجوا للضروره، لان صار عمليه تحطيم للبنيه التحتيه نتاع تونس نتيجه لاختيارات سياسيه واقتصاديه واجتماعيه فاشله. اليوم مش نعاودوا ننتجوا عن طريق وزير اول معناها بعقليته، وعن طريق اختيارات شو الديكتات البنوك العالميه. اليوم فهم ديكتات البنوك العالميه، والبنوك العالميه اجبرتنا باش نعملوا الاختيار هذا.
هو اختيار الله غالب، الله غالب. ما للاسف الشديد حلم الثوره انتهى، حلم الثوره انتهى، حلم ما عادش حلم الثوره. يا ودي الناس على الثار، خليني نعلق. الناس ثارت، الناس على الثار على الجامعة. عودت يا سي ناجي، عودت يا سي ناجي، عودت معاود. انا خلينا نرجع للبنك الدولي. انت تو باش ترجعنا علاش الثوره واهداف الثوره وتحقيق اهداف الثوره. اني راجع لك في الموضوع هذا. اما بنرجعوا للبنك الدولي، الوصفه نتاع البنك الدولي يلزمها ظروف ملائمه. باش تنجح الوصفه نتاع البنك الدولي ما يلزمهاش فساد. نهار اللي فما فساد مع الوصفه، اليوم انت تمشي للطبيب يقول لك طبيب يعطيك وصفه طبيه باش تشرب الحربوش هذه والحربوش هذه والحربوش هذه في اوقات معينه. يا سيدي احنا مازلنا في منظمه الشفافيه الدوليه قالت الفساد زاد في تونس. يا زاد الفساد في تونس. بالله كيف انت تو نقصت بيه على الموضوع الفساد كيفاش يتقاس؟ تو ما تنقصش بيه من الموضوع. خلينا نكمل موضوع البنك الدولي. تو قال لك الفساد. تو في عهد بن علي، نحكيو على عهد بن علي كان فما فساد صحيح، والوصفه نتاع البنك الدولي اذا يجي معها فساد ما تنفع في حد شيء، وبالتالي كل شيء يطيح في الماء. احنا اليوم البنك الدولي لمده اكثر من 20 عام طالبنا بالاصلاح المنظومه البنكيه نتاعنا، ما صلحنا فيها شيء، بل بالعكس زدنا فسدناها بسبب المحاباه وبسبب انعدام مبدا تكافؤ الفرص. وانت تجي تقدم لي معناها ايبوتيك ما يسوى شيء نعطيك قرض، وهذاك يجي يقدم لي ايبوتيك 10 اضعاف القرض اللي طلبه ما نعطيش قرض. هذا اللي صار، وبالتالي التنميه وقفت، عجله التنميه وقفت. انا نقول الوصفه نتاع البنك الدولي وصندوق النقد الدولي هي وصفات مهمة جدا، هي اللي تتطلب الشجاعة وتتطلب القدرة على والجرأة على الإصلاح الجذري الهيكلي، ثم تتطلب الشفافية. نجيو تو كيفاش يقيسوا الشفافية ولا كيفاش يقيسوا التنافسية؟ اليوم هذا موضوع ياسر ناس كيفك انت وكذا وبرشا ناس يطلعوا على البلاتوات يحكيوا على الشفافية والفساد أكثر. كيفاش يقيسوا الشفافية والفساد؟ سي لامبريسيون. اليوم لامبريسيون يمشيوا يعملوا دي زونتروتيان ويعملوا سيرفيس في الشارع ويسمعوا العباد، خاطر ما ثماش مقياس. الفساد كي واحد مش ياخذ رشوه مش خليني نكمل. خليني نكمل. شوف الفساد الناس الكل تسرب بالرشوه في تونس. شوفوا بعيد. لا والله شوفوا بعيد. ما تجيش الفساد، ما تجيش قناه تي ان تقول له صور لي واحد ياخذ في رشوه باش يخرج كادره، ما تتشمش تصوروا ولا ياخذ. السياسه ولات بالرشوه هي بالفلوس. حتى الانتخابات ولات بالفلوس. شو تقول لي انت تو يا سي نجي بالله خلينا نقول لك فما معايير علميه كيفاش يتقاس الفساد. منظمه الشفافيه الدوليه تقول الرشوه الفساد كثر في تونس لانه لامبريسيون لي ملياردير كثروا في تونس. لامبريسيون الكونترا كثرت في تونس. الكونترا في فتره انتقال ديمقراطي وانفلات طبعا تكثر، وصارت ثوره في ليبيا وانفلات على حدود الانتقال الديمقراطي في رومانيا ما عملش فساد. صار اكثر من هكا، ولليوم فما فساد في رومانيا، ولليوم مازالوا يعانيوا من الفساد. الكونترا زادت. لا شوف الكونترا زادت. اسمع الكونترا زادت لانه صارت ثوره في ليبيا. لا خاطر الكونترا تموت في الارهاب وخلوها. ليه سامحني خاطر الكونترا تموت في الارهاب. تو خلوها، تو كي عملوا الحزام الامني هذايا تو على حدودنا باش يمنعوا الكونترا ويمنعوا الارهاب. هذا اجراءات بشويه قاعده تصير، لانه احنا في فتره انتقال ديمقراطي. تحب يكون فيكون عصا سحريه اللي يحكيوا عليها تو مش انت هو حسين العباسي نفسه واعترف انه ما ثماش عصا سحريه. تونس تحب لها 10 سنين باش تحل مشاكلها، لا عام ولا عامين ولا 3 ولا 4، 10 سنين وجانا نحلوا المشاكل نتاع تراكمات نتاع 6 عقود. راهو شبيك. وبالتالي اليوم نرجع للموضوع الحواري هذيك. اليوم خلينا احنا اليوم شعبنا نعطيو حاجه تفيده، وشعبنا نقولوا له انه كيفاش يلزم ينظر ويقيم. لانه اليوم الحوار هذا اذا نجح مش يفرز حكومه، زاد انتظارات الشعب برشا، انتظارات الشعب في السماء طالعه في السماء. وبالتالي يلزم يكون شعبنا واقعي ويعرف اللي اليوم فما فاتوره لازم تدفع في الانتقال الديمقراطي اذا يحب يعيش في ديمقراطيه. ما كانش يخلينا نعيطوا لبن علي ونعتذروا له ونقولوا ارجع انت وليله وحكمونا. هذا خيارين لا ثالث لهما. وليله قاعده تقعد توا باش قاعده تكتك باش تحب ترجع الديكتاتوريه، وقاعده عندي معلومات اكيده انه مع شكون تقعد وكيفاش تقعد، لانه بن علي اصلا كبر لكن هي طموحها مازال كبير وولدها في الحبس. يلزمها ترجع، هي يلزمها، وعندها ولدها صغير الاخر تحب عنده مستقبله في تونس. وبالتالي قاعدين الناس يكيدون لتونس بالليل والنهار. واحنا اليوم احنا النخبه اذا ما لقاوش حل ونشروا الحوار هذا، والحكومه الجايه نقولوا لشعبنا ما فماش انتظارات كبيره للحكومه في 6 7 شهور حتى عام ماهيش باش تعمل الكثير في تونس. ربما اليوم التنميه اللي قاعدين نحققوا فيها نتاع 3.5 وقريبه ل 4%، هذه اذا نجم نحافظوا عليها في 2014 مع ميزانيه التقشف اللي تو بدات تظهر ملامحها معناها نتاع ميزانيه 2014، مع الصعوبات اللي تونس مش قادره تقترض. ان شاء الله بعد ما تتوضح الرؤيه ويتحدد موعد انتخابات ونفهم الدستور تو مش ترجع الثقه في تونس وفي الاقتصاد التونسي. وقتها تو ترجع المؤسسات المانحه باش تعطينا معناها التمويل اللازم لمشاريع التنمويه نتاعنا، ووقتها يبداو نجموا نوصلوا للمناطق وتبدا المشاريع اللي تو بدات تتنفذ وبدات في المناطق الداخليه تاتي وكلها، يولي المواطن يبدا يحس بركات هذه الثوره. اليوم الحوار وما بعد الحوار، لانه الانتخابات لازمها تنجح والانتخابات تكون شفافه ونزيهه وما يطعن فيها حد.
يعني اليوم كي حكينا احنا في الحمامات قعدنا مع بعضنا معناها ويكاند عشنا مع بعضنا وحكينا وعملنا قضيه التداول السلمي على السلطه. اليوم فما السلطه هذه كيفاش مش نضمنوا التداول السلمي على السلطه، لانه اليوم مش يصير تداول سلمي على السلطه تو مره اخرى دون 3 سيمان ولا 4 سيمان مش يصير تداول سلمي على السلطه. وفما حكومه مش تخرج وحكومه مش تدخل، وحكومه تكنوقراط وبشخصيه وطنيه محايد ان شاء الله وتهزنا توصلنا للانتخابات الجايه. لكن الانتخابات الجايه مش يكون فما ناس مجروحين وفما ناس منتصرين، فما ناس معناها عندهم مراره الخساره وفما ناس عندهم زهو وطرب النصر. وهذا باش يكون فما انتقال ديمقراطي سلس، زاده انتقال سلمي للسلطه سلس، هذا يلزم عقليه ويلزم شعبنا يفهم ويلزم نخبتنا تفهم، وهكا هو التداول السلمي على السلطه. ثم مبدا التعايش اليوم احنا نتعايشوا الناس الكل بخلافاتنا وباختلافاتنا، وانه هذا احنا في سفينه واحده، وممكن انت رؤيتك الاقتصاديه تختلف عن رؤيتك، خذ حظك، عطاك الشعب صح عليك، انا نتبعك وندعمك باللي نقدر ونعدلك ونصالحك وننتقدك في حدود المعقول ونعاونك فيما اتفق معك عليه. لكن وبعد كي الشعب يعطيني انا تو ناخذ انا وننفذ برامجي باش تقعد هي فتره تجارب. لكن هو الافضل شيء بعد الانتخابات الجايه تكون حكومه ديما نقعدوا في التوافق، مبدا التوافق حتى نخرجوا من الفتره الانتقاليه اللي مش تدوم 10 سنين. شوف مبدا التوافق واشترى انت اشترى في الاحزاب كيفاش باش تشكل انت خرجت من الحزب الجمهوري وانا عندي تجربه حزبيه زاد كذلك بائد بالفشل. شو رايك في الاحزاب؟ التوافق للاسف الشديد التوافق السياسي انتهى عدو. التوافق كان ممكن بعد 14 جانفي نمشيو في حكومه توافقيه طويله وتخلي الاحزاب تبني على روحها وما ندخلوش في وقتها بيك وعليك وعليك وعليك. انتهى على التوافق. الانتخابات الجايه ماهيش توافقيه، الانتخابات الجايه مش تصير انتخابات على اساس برامج اقتصاديه واجتماعيه وثقافيه واختيارات اجتماعيه. معناها حكومه اللي وراء وكان تكتل خاطر الانتخابات الجايه ما فماش واحد يجي يحكم تونس وحده. لا مش واحد الخارطه السياسيه ما ثم حتى واحد يجي يحكم تونس وحده. حتى الخارطه السياسيه تشكلت في تونس. ما فما حتى واحد يستطيع. لا تشكلت لازم تحالفات. فما 3 احزاب باش تعمل تحالفات. لا انا تحالفات شنو تحالفات اللي وراء المرجع اللي وراء نداء تونس اللي وراء النهضه اللي وراء الجبهه الشعبيه الاخرين الكل انتهوا تاريخيا انتهوا. الاحزاب الاخرى كلها مش تلعب. الانتخابات الجايه مش تصير اذا كما اي فتره يعني معناتها النهضه تكون في المعارضه والجبهه الشعبيه ونداء تونس ما هو جبهه الانقاذ. انت قلت هذاك ايش باش يكون موجود؟ قلت فما 3 احزاب باش تتنافس على واحد باش تاخذ ليسانسيال نتاع لكن كيفاش ترى انه الحكم شكون باش يحكم تونس؟ حكومه ائتلافيه تحالف بين 3 ولا 2 احزاب كما حكمنا بالترويكا، ولا مش يكون حزب واحد مش يحكم وحده؟ مستحيل ما تلقاش. علاش حزب واحد؟ معليش تنجم النهضه تربح وحدها؟ لا مستحيل. علاش؟ لا مستحيل. هو صعيب النهضه اليوم تهتكت. لا هو صعيب النهضه تهتكت العامين هذوما هتكون. اما نداء تونس نجم يربح انتخابات وحده وما يجمش يحكم. علاش كل السونداج لو دون غانيون. لا ما يجمش ما عندوش ما يجمش ب 51%. ينجم يتحالف مع باقيه من الاتحاد من اجل تونس ولو هما باقيه ضعيف ياسر، نجم يتخالف مع بعض مستقلين. اما الخريطه لكن اليوم فما قوه انت ناسيها اليوم قاعده تتشكل وقاعده ممكن حتى تكون هي الرقم الصعب في الحوار الوطني، هي قوه حركة وفاء المؤتمر اللي ما دخلوش للحوار. المؤتمر حزب تحسبوه؟ المؤتمر حزب طبعا مش موجود. حزب لا حركة وفاء مش موجودة. لا مش موجودين حتى في السونداج مش موجودين. اليوم النفس الثوري عند هؤلاء. النفس الثوري عند الشعب. النفس الثوري السيد مطالب الجهاد وشو النفس الثوري؟ شنو النفس الثوري؟ حركة وفاء انتهت. المؤتمر لا المؤتمر انتهى يرحمه، والمؤتمر كان من افسد نتاجات الثورة. اليوم المؤتمر عندهم كتلة 45 شخص قاعدة تتكون. ثاني اكبر المجلس التأسيسي ما عادش يمثل التوازن السياسي للبرا. لا المجلس التأسيسي لا يمثل. هاكم الناس لا نداء تونس مش موجود في المجلس التأسيسي، هو قوة ضاربة للبرا. لا شوف موجود في المجلس التأسيسي. لا مش موجود. 4 من الناس عنده كتلة شنو؟ عنده 4 من الناس. عنده 12 والاخر عنده وقت. شوف اليوم المجلس التأسيسي لا يعكس التوازنات السياسية الجديدة في البلاد. اليوم فما حزب كبير اسمه نداء تونس ماهوش مجلس التأسيسي، في حين أن العريضة موجودة في المجلس التأسيسي. تمثل العريضة حتى شيء انتهت العريضة. شكون كان يسمع بها العريضة قبل الانتخابات؟ طلعت من حيث لا يدري الناس. وتجم يطلع لك قوة أخرى تو من حيث لا يدري الناس. لا هذا لا اسمع الناس في الانتخابات اللي فاتت كانت مش فايقة والناس ما تعرفش وانتخابات على الهوية. لا اليوم انتخابات على والناس تليعت من النهضه. حصلوا التوانسه تليعوا من النهضه، انتخبوا على الهويه وانتخبوا الناس نظاف ويخافوا ربي. المره الجايه باش ينتخبوا ناس لقفتهم وبرامج بولادهم. انتخابات بتصير على برامج. المره الجايه اللي مش يقدم برامج باهيه هو اللي مش يمشي، والاستقطاب صار في المجتمع التونسي. اليوم فما النهضه
ككتله كحزب موجود عنده قواعد. فما خط ثوري شبابي مازال اليوم اللي خذلته النهضه. فما خط ثوري خذلته النهضه، خط ثوري نابض. الشعب ينبض بالثوره، والثوره تعني التغيير. اليوم فما نفس ثوري في الشعب، ما قاش حظه، ما قاش شكون يمثله. يرى في نداء تونس قاعد يرسكل في التجمع ويرسكل في الانتهازيين اليساريين مع الانتهازيين. نداء تونس يرسكل في التجمع والانتهازيين طبعا يركز في كل ما هو انتهاز يساري مع التجمعين. علاش تعبر الانتهازيين؟ علاش علاش انت كل يساري الانتهازيين من اليسار؟ علاش اليساريين في نداء تونس انتهازيين؟ علاش الكثير منهم مثلا نعطيك اكزامبل، محسن مرزوق انتهازي، محسن مرزوق مناضل من الجامعه. لا 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 انا ما نتكلمش. لا انا بالنسبه لي نداء تونس لا عمليه رسكله لكل يساري انت، لانه هذا كيفاش حكم بن علي؟ بن علي حكم باليسار الانتهازي والتجمعي النفعي. واليسار اللي في المؤتمر اليوم مع النهضه مش انتهازي؟ اليساريين اليوم في المؤتمر ويخدموا مع النهضه وماشيين يعاتوا الجهاد وحاضرين في مؤتمر تاع وزاره الشريعه مش انتهازيين؟ ثوريين. علاش ثوريين جماعه المؤتمر ثوريين طبعا. المؤتمر ثوري هزين ثوره مسلحه طبعا، وعملوا برامج اقتصاديه واجتماعيه وثقافيه. فما هناك نفس ثوري. تسع منصف مرزوق السيد رئيس الثوري يعين لنا مفتي تجمعي سابق. هكا ثوري، هذه الثوره تفهمها انت؟ هكا المفتي تجمعي سابق. لا المفتي شوف تجمعي سابق معناه تجمع كي يكون عندكم انتوما باهي دخلت بيت الطاعه، اما كي يبدا عند ناس اخرين خايب. لا فما عليه اخي الكارتا تاع التجمع. السي العياري اللي حطيتوه لنا في على اعلى مؤسسه اقتصاديه وضد ثوري ماركسي لينيني. هو تجمعي سابق. انت بالنسبه لك انت ثوري ماركسي لينيني. انت ماركسي لينيني حتى الاخرين او انت ثوري عندك ماركسي لينيني. لا ثوري ماركسي لينيني عندي ما ثماش حاجه. الثوره تعني التغيير والقدره على التغيير الهيكلي الجذري حقيقي. احنا اليوم التغيير نتاع نقاض الوضوء اللي باش يعملوا ثوره باش يرجعوا لنا نقاض الوضوء. الثوره هو الثوري هو اللي عنده برنامج اقتصادي واجتماعي يسيروا في تيار التاريخ. ما قلتلكش ماركسي، لا ما قلتلكش ماركسي برك ثوري. فما ثوريين اسلاميين وعلي شريعتي ثوري اسلامي، واسمع مجاهدين خلق ثوريين اسلاميين وحزب الله ثوري اسلامي. لا ما تقوليش انا انسان جاي من المنظومه راهو الاسلاميه، راهو طنطا جاي من المنظومه الاسلاميه. ما تقوليش انا حكيتها لك اخي شاد العياري ثوري يا سيدي. احنا ثوري عند شاد العياري ما خدم بن علي وكلاه عند بن علي. ما كلاش عند بن علي. انا بالنسبه لي حكومه الترويكا لم يكن لها برنامج ثوري. المؤتمر فين شنو فيه ثوري؟ لحظه فيه شنو فيه ثوري؟ لا اعطيني حاجه ثوريه برج المؤتمر. اليوم لو فات انه وقف وطيح الانقلاب الناعم هذايا. انا انقلاب فما انقلاب كان يا ولد الشرعيه وفات لو 23 يزيد الفتكه. انت مش معنى انقلاب ما تو اش معناها انقلاب؟ الانقلاب يا ولد عملوا انقلاب في الدستور الصغير، عملوا انقلاب دستوري. بن علي عمل انقلاب طبي وجماعه على عام الدستور. هذا انتخبوهم على عام. مبزع قال على عام. انا كي خرجت على عام. لا المرسوم عملوا مبزع. يطلع في المبزع عملوا المرسوم. الشيخ الغنوشي يطلع في حنبال ويقول عام. المؤتمر ما وقعش. انا مش ندافع على المؤتمر ما وقع على حد شيء. وهذا كان على التطهير. المؤتمر حب يطهر. المؤتمر حب يطهر. المرزوقي جاء كان بالتطهير في الاخر شد في قصر خرطاج وما يعمل حد شيء. والمرزوقي هو اللي معذبهم، هو اللي افشل الانقلاب، هو اللي طهر الجيش، هو اللي منع البلاد من حمام دم، وهو اللي منع البلاد من انه لا قدر الله يصير انقلاب. انت تعرف وانا المرزوقي لاهي سامحني. المرزوقي لاهي بلا صاير في كوريا، لاهي بلا صاير في سوريا. لا اسمع، اما كان تونس مش لاهي بها. بالعكس ظهر لاهي بتونس، وظهر فشل الانقلاب، وظهر صلح المؤسسه العسكريه ومنع المؤسسه العسكريه من انه يستخايل انه كيفاش منعها المؤسسه العسكريه؟ من انه تنخرط في مشروع الانقلابي. اليوم عندنا جيش جمهوري جراس. انا نعرف المؤسسه العسكريه خدمت فيها تو المشروع كيما نخرط المؤسسه العسكريه بعد 14 سنه في السلطه ما فكتهاش. اليوم الجنرال عمار لو كان مازال قاعد ثوره وصار الانقلاب انتهى. الانقلاب الجنرال عمار ما كانش يفك السلطه بعد 14 لا ما كان وقتها زخم الثوري كبير وقصبه ثلاثه تشعل. ما كانش يفك السلطه. لا اسمع شوف خلينا نكونوا كويسين. لا مش خلينا نكون انا مش مثلا نظريه. انا عندي كيما انت عندك معطيات انا عندي معطيات. على كل انا نعرف الجيش التونسي ولا قريت فيه برشا ضباط ناس عاقلين يخدموا على رويحاتهم يعملوا انسان سوار كي الناس الكل ولا عندهم عقليه الانقلابات ولا واحد شيء. انا الجيش التونسي عمره ما عمل انقلاب. تقول له رشيد عمار يحب يعمل انقلاب هذه نظريه مؤامره. اسمع شوف والله العظيم السيد موسى مرزوقي الله
معناها الله يهديه هو رئيسنا ونحترموه، أي. كان يتلهب وليدات التوانسه وسيب عليه من سوريا وسيب عليه من كوريا وسيب عليه من المنقبات والسفيرات ويشد رئيس بالرسمي. لا هو رئيس بدون صلاحيات، ما عنده حتى شيء. شنو صلاحيات؟ رئيس اثبت انه هو الصلاحيات. والله التوانسه الكل يتصوروا انه هو ما عنده حتى شيء غير انت. لا 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 انا عندي معطياتي ونعرف، واليوم احنا على كل حال احنا نتمنى انه الحوار هذا ينجح. التوانسه راهو والمنصف المرزوقي اللي حتى اللي حبوا ينقلبوا عليه معناها مش يقعد في القصر علاش يعملوا في القليب او مش يقعد في القصر لغايه الانتخابات القادمه، احب من احب وكره من كره. وهذه هو اليوم عندنا الحمد لله نفس ثوري داخل المجلس الوطني التاسيسي، هو من شانه انه يحمي الثوره، وان شاء الله معناها الحوار هذا ينجح. لكن المهم فما هذا التعديل، تشيك اند بالانس موجوده، والمجلس التاسيسي يقعد هو سلطه الشعب. المجلس التاسيسي ثوره، هو سلطه الشعب، هو جاني يا ودي انتهت صلاحياته ولا بيريمي نهار 23 ولا بيريمي. هذا حسب كيما اليوغورت اللي فسد حسب فؤاد المبزع ومرسوم اللي ترجع له حسب المرسوم الانتخابي. مش اوكي سيدي سيدي بارك الله فيك سيدي، ربي معك ان شاء الله. والله نمط الحصة مبدع، فيه إبداع، شيء جيد أنه الإنسان يأخذ حريته في حوار. الوقت مر بسرعة، كان بدنا أنه نتطرقوا لأكثر من محور، خاصة في نظرة استشرافية لكيفية بناء وتأمين هذا المسار الانتقال الديمقراطي. فكرة البرنامج متميزة، أما ديما صعيبة لأن ما فماش من يدير الحوار. أما في آخر المطاف ربما يعطي الحوار نوع من التلقائية أنا ما يعطيهاش ربما حوار بواحد. والفكرة في آخر المطاف تو بشوية ترسي ويستانسوا به العباد، يلزم دو طون باش نستفاد بنوعية الحوار هذه، لأن احنا ما عندناش في حوارنا السياسي تلقائية. سيناجي أستاذ فاضل، له من البراعة في الحوار والدباء جيدة، محاور مشاكس، يكبرني سنا خبرة نقدره برشا. كذلك نتشاكس على الفيسبوك ومواقع التواصل الاجتماعي، لكن في الأخير أنه احنا المهم نكونوا نبنيو، نكونوا قادرين على أنه نقف على أرضية مشتركة من أجل مصلحة تونس ومن أجل أولادنا وأولاد أولادنا والأجيال القادمة. بطبيعة الحوار هذا تشوف أنا اسكندر صديقي في الحياة صديقي، وفي الفيسبوك صديقي، وحتى في بعض المواقف نخلي الناس الكل معناها تنقد وانا نحاول نتبادل. اما بتشوف هذيك هي المجتمعات الحديثه. المجتمعات الحديثه يعني هي مجتمعات يلزمها الديمقراطيه، هي مجتمعات مختلفه. ما هي الديمقراطيه؟ انه هيك مختلفين باش ما نتحاربوش، نديروا الحوار بشكل سلمي. وتشوف الا اليوم في الحوار قدرنا اذا التعايش.